السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي في قناتي في فيديو جديد. كما راكم تشوفوا هذا الشكل تحفة تاع المعسلة رمضانية. جبتها لكم باش تخدموها في رمضان وتقدموها في سهراتكم الرمضانية او تعتمدوها كمشروع. هذه المعسلة كما راكم تشوفوا شكلها تحفة وبنتها تاني تحفة، خفيفة وماهيش ميدمه، يعني ما تزقهمش كما نقولوا حنايا بليتام كما المعسلات اللي ما فين ناكلهم. شكل ايفونتاي، سريعة التحضير وغير مكلفة. فوالا انا صراحة عجبتني. علاه عجبتني؟ باسكو ليه تتخدم مديش وقت، وحنايا كما تعرفوا النساء نحبوا حاجة اللي تطلع ليه ما نحبوش يعني نطولوا في الخدمة. فوالا هاي ليكم النتيجة، وغير مكلفة تانية، يعني فيها 3 مواد برك تقريبا. اقتصادية يعني بمعنى الكلمة، ممكن تعتمدوها يعني كمشروع. صراحة عجبتني لاني ليه خدمتها، يعني ما طولتش معاها، وتعجبني الحاجة كي ما نطولش معاها، ما فيهاش يعني ديكور ولا قليان ولا ما فيهاش. فوالا هذه المعسلة تاعنا الرمضانية تستخدم بلا بات افيلو. عندنا باكي تاع بات افيلو، هذا الباك يخرج لك ما شاء الله، يعني يخرج لك كمية معتبرة. عندنا زبدة دايبة ولا سمن دايب، سكر كلاص. بون نجيبو لا بات افيلو نفرقوها، نبداو نخدمو بالورقة، والباقي نرطيوه بالطوحشون دايب. تعرفوا لا بات افيلو حساسة جدا للهواء، يعني ليه تشيح وليه تتكسر. بون لازم نجبدو بالورقة ونخدمو. نقصوا الورقة تاعنا على زوج كما راكم تشوفوا في الفيديو. انا خدمت على الحبه تاعها صغيره، وهذه الحبه يعني مليحه، ما تقدروا تكبروها ما تقدروا تصغروها، هذا حجم يعني متوسط. بون نحلوا هذيك الورقه تاعنا، ندهنوها بشويه زبده، ما تكثروش الزبده، وسيسوها كما تعرفوا الباطا فيلو تقطع عليه هذاك الكارط، سيسوها بشويه الفات يعني تشرب لي تام سي بون تحكم روحها. هنا ندهنوها نحلوها كامله نص الورقه تاعنا، نزيدو نطبقوها على زوج. نجيبو هنايا سكر غلاس، نديرو عليها هنايا شويه سكر غلاس. هنايا وظيفه السكر غلاس انه يزيد لنا قرمشه ويزيد لنا حموريه في الكاطو، في المعسله تاعنا، ويزيد لنا في الحلاوه تاعها تاني. بون نطبقو ما كي تكسر هكا نورمال، يعني نورمال كما راكم تشوفوا. هنا راني زدت حليتها وزيد نعاود، يعني مهما تتكسر مش مشكل، ان نقدروا نتحكموا فيها كي. بون نزيدو ندهنو من فوق. انا خليت المقطع هذا تاع الورقه هذه اللي ما كزدت لي باه تشوفوا. هاي ليكم ناس تعاود ورقه خلاف. انا درت الحبه هذيك، يعني درتها وجاتني شويه، يعني ما جاتش فاسده. دوك تشوفوا الحبات مع الاخر كيفاه جاو، مي مهما تقطع ما يصرى لها والو. بون انا يعني درت لكم حبه.
ندريو هنا تاني سكر كلاص من فوق. انا هنا نسيت ما دريتش بين عطاتني نفس النتيجه، يعني كما تشوفوا غلطه بصح نفس النتيجه. حبيتكم خرجوا كيف كيف. طيب نشكلوا لي بونطاي تاعنا، نديو شكلوا لي بونطاي، نظن تعرفوا كل تشكلوا لي بونطاي. انا هذه هي الطريقه اللي ساعدتني باش نشكل لي بونطاي. نحط نقلب ونزيد نعاود ندور ونقلب نعاود ندور ونقلب هكذا باش ما تكسرليش البرقه تاعي باش ما تقطعش. فوالا ومن بعد نحكمو نتنيوها على زوج كيما راكم تشوفوا. نجيبو كوردون ونحطو الكوردون نثبتوها بالكوردون. هنا الكوردون باش يحكم لنا الاوراق هادوك وباه ما في الطياب ما تتحلناش، يعني تبقى مجموره. نعدلوها نسويوها شويه نعدلوها ومن فوق باش تجيك معوجه ولا تجيك مفنتشه هكا من فوق، لان بعدا بالديكور كلش غيتغطى، يعني الديكور هو اللي يغطي العيوب الكل. فوالا دوك نزيد نديرو وحده معاكم تزيدو تشوفوا تاني. هنا انا دريت سكر كلاص من فوق. ما تكتروش سكر كلاص، ها كيما نقولوا رشات برك خفيف، ماشي حتى يعني تملاوها سكر كلاص، نو رشات خفيفه برك. دايما ننسى سكر كلاص من فوق. فوالا هنا تفكرتو. فوالا نديرو لي بونطاي تاعنا. ودائما كي تخدموا هكا نوع من المقرمشات اللي تدهنوا دائما نحطوا نينو كما هكا خدموا عليه باه ما يطيقوش السطح العامل، ومن بعد تهزوا النينو هذاك طيشوه ديريكت. فوالا هاي شكل الطبقات تاعنا نلويوها ونلبسو الكردون، يعني سهله ما فيها حتى صعوبات حسب ما نشوف، يعني اي وحده تقدر تخدمها. فوالا نعدلو برك شويه ومن بعد في الطياب تزيد تسحل شويه، عدلوها هكا لازم تعدلوها تفرقوها شويه، لان في الطياب كما نقولوا مش حتسحل يعني بزاف، راح شويه برك. فوالا هاو الشكل المونطاي. بون ها الحبات ما بدي فزت مع الاول اللي خدمتها اي معاهم هنايا، ما يعني ماهيش فاسده توتالمون، يعني يعني تقدروا تتحكموا فيها. ونباتة فيلو تقدر يعني كمية كبيرة، أنا هادي سي 4 ورقات برك الحجم هداك درت بها 8 حبات، يعني الباكي تاع لاباطا فيلو يدير لكم ما شاء الله، يعني يدير كمية كبيرة تاع المعسلة. فانا من بعد نحطوها، انا خليتها هنا باتت، تحبوا تبيتوها تحبوا نوع كما تحبوا، يعني حتعطي نفس النتيجة. هنايا دهنتها شوية زبدة من الفوق وطيبتها على فرن درجة حرارة 150 حتى 160 درجة حتى حمارت كيما هكا تشوفوا.
بعد خرجتها نحيو الكوردون يطير فاسيلمون كما تشوفوا، بلا ما تكسروا لنا الحبه. خليوها تبرد شويه باش نحيو الكوردون. فوالا نجيبوا العسل تاعنا كما نقولوا العسل تاعنا الكبسه تاعنا بردت، نسخنوا العسل ونبداو نحطوا له شويه ما زهر، وبعد كنعسلوها بهذه الطريقه، نعسلوها في البلاطو بعد ما نحرقوها على البلاطو الاول ولا نحطوها في غريقه ونصبوا عليها العسل ولا نو هذيك تكسر لنا الكل. لازم هكا بعد تبقى في البلاطو تاعها وتتعسل بالمغرف هكا باش نحافظوا على الحبه ما تكسرلناش. وكي تزيد تشرب عسلها دوك تحكم روحها، يعني العسل يزيد يحكمها مليح ما تكسرش. فوالا ها الحبه تاعنا نجيبو نذوبو شوكولا بيضاء نزيدو لها شويه زيت ونذوبوها نخفوها بالزيت. انايا الكاوكاو بالملون الاخضر نغطسو راس البونطاي تاعنا في الشوكولا البيضاء، وبعدين كنمرقدوه في الكاوكاو الاخضر. هذا هو التزيين. هاي لكم كيفاش جات الحبه. كما قلت لكم قبيله ما تخافوش هذاك التكسار اللي بالفوق كله ما تخافوش، يعني دوك التزيين يغطي العيوب الكل. كما تشوفوا هذه الحبه فاسيلمون ما تتكسر ما والو، لان العسل اللي يزيد كما نقولوا يعطيها صلابه. هاي لكم الحبه تاعنا كيفاش جات الشكل باهي. هاي لكم النتيجه النهائيه. نتمنى انها تعجبكم وتخدموها في رمضان وفي سهراتكم او كمشروع في رمضان ولما لا. ما تنساوش تابونيو حباباتي في قناتي، ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديوهات تاعي. المشتركين تاعي نتمنى انهم يتفرجوا الفيديوهات باش تطلع نسبه المشاهده، ولي جدد نتمنى انهم يابونيو باش تطلع القناه ونقدم لكم مزيد من الوصفات. مع السلامه حبيباتي، في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده. سلام.